قبل ما تبيع مشروع ذاكره، بس ازاي تفهم العقار قبل ما تعرضه على عميلك؟ ده اللي هنتكلم عنه. في قاعدة ذهبية في سوق العقارات في الإمارات بتقول انت مش بتبيع شقة، انت بتبيع معلومة، والمعلومة دي عشان تبيعها لازم تكون فاهمها اكتر من المطور نفسه. لما توصلك وحدة او مشروع بتعمل ايه؟ هل بس تفتح البروشور وتنزل بوست على انستجرام وخلاص؟ لا، المفروض تعمل اللي هقولك عليه النهاردة، وهو فن المذاكرة العقارية. مش بس عشان تبيع، عشان ما تقعش في فخ انك تبقى مجرد ناقل للمعلومة او تبقى فاترينا بدل ما تبقى صانع قرار او شريك في صناعة القرار. تعال نبدأ من الاول. اول حاجة هنبص على موقع المشروع بيتبني فين، وايه الحاجة اللي حواليه. هل في مشروعات ضخمة موجودة جنبه بالفعل؟ هل في بنية تحتية في المشروع؟ هل في شارع رئيسي، مترو، بحر؟ هل بعيد ولا قريب من وسط المدينة؟ هل عنده زحمة ولا لا؟ كل متر حوالين المشروع ممكن يزود او يقلل من سعره. تاني حاجة المطور العقاري، مين اللي بيبني؟ هل ليه تاريخ معروف؟ سلم قبل كده؟ في وقت قد ايه؟ طيب جودته اخبارها ايه؟ هل عنده مشاكل قانونية؟ هل عنده تأخيرات سابقة؟ طب هل عنده مشاريع تانية ناجحة ولا ده اول مشروع ليه؟ وخلي بالك اسم المطور بيساوي اما امان او قلق للمشتري. تالت حاجة خطة الدفع والسعر، هل السعر مظبوط؟ هل في خطة دفع شهرية، سنوية، مرنة، قبل التسليم، بعد التسليم؟ هل فيها دفعة اولى كبيرة ولا سهلة؟ هل بينفع فيها تمويل بنكي ولا لا؟ هل فيها بوست هاند اوفر بعد الاستلام ولا لا؟ طب اجمالي الفايده اللي هيدفعها على مده السداد، هل في رسوم مخفيه؟ الخطه لو مش مفهومه العميل هيهرب منها. رابع حاجه الار او اي المحتمل، يعني لو اشتريت الوحده دي ب1,200,000 درهم هاجرها بكام؟ العائد السنوي كام؟ طب لو فكرت ابيعها بعد سنتين هيزيد السعر ولا لا؟ هيزيد بقيمه قد ايه؟ الاسئله دي اهم عند العميل من لون الاوضه والارضيه. خامس حاجه نوع المشروع نفسه، هل هو عائلي؟ هل هو سياحي؟ هل هو استثماري؟ طب هو بيفيد مين؟ ينفع اير بي ام بي ولا هو سكن طويل الامد؟ طب هل هو في مجمع متكامل ولا هو بس بنايه؟ الوضوح هنا بيخلي العميل يحس انك فاهم مش بس بتبيع له. واللي لازم تفتكره دايما، العميل مش بيشتري الحيطان، العميل بيشتري القرار، وانت لازم تكون بتبيع له القرار ده وانت عارف كل كلمه بتقولها. الوسيط الناجح هو اللي يعرف يقول انا مش ببيع اي مشروع، أنا بشتغل على المشاريع اللي بآمن فيها فعلا لظروف العميل للي يناسب استثماره. في الحلقة اللي جاية هنتكلم عن المهارة اللي هتبني علاقتك مع أي عميل، إزاي تفهم احتياجه الحقيقي وتقنعه بالحل من غير ما تحسسه إنك بتضغط عليه. تابع السلسلة وخلي كل مشروع تشتغل عليه يكون شهادة إنك مش بس وسيط، أنت شريك ناجح في اتخاذ قرار استثماري بإذن الله موفق.